نهاية مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 على فريق الهلال. قبل ما أتكلم على الماتش عايز أتكلم على حاجة مهمة جدا. الأستاذ المحترم حفيظ دراجي، يا أستاذ حفيظ، حضرتك دلوقتي المفروض معلق حيادي في مباراة حيادية في قناة حيادية، فأتمنى يعني تعامل بشكل احترافي شوية مع الفرق المصرية. أنا مش أول مرة أسمع حضرتك تعليق على مباراة، ومش أول مرة أحس إن حضرتك، مش عايز أقول كره بس أقول انحياز، مش أول مرة أحس إن حضرتك بتبقى دايما منحاز لأي فريق بيلعب ضد فريق مصري، على مستوى النادي الأهلي، على مستوى الزمالك والمنتخب. دايما حضرتك بيبان ده إنه حضرتك بتكره الفريق أو بتكره أو بتنحاز للفريق المنافس للفريق المصري ده. فيا استاذ حفيظ، لو حضرتك بتكره المصريين او الفرق المصريه او منتخب مصر، يعني عادي، احنا مش عايزين حضرتك تحبنا ومش عايزين حد يحبنا اساسا، احنا اوريدي بنحب نفسنا وده كافي. لكن لازم حضرتك تكون بروفيشنال شويه، لازم تكون معلق محترف في قناه محترفه، بتعلق على مباراه، تعلق بشكل محترف، ما تنحازش لحد، لا تنحاز لده ولا تنحاز ده. مش بطلب من حضرتك تنحاز لي، انا بطلب من حضرتك تكون محايد وتكون بروفيشنال، علشان يعني انا هتفهم حاجه زي كده. لو مثلا انا بلاعب فريق جزائري، بما ان حضرتك معلق جزائري، هتفهم انت منحاز للفريق ده ليه. لكن فريق جزائري، فريق تونسي، فريق سوداني، فريق ليبي، فريق مغربي، في اي فريق، حتى على مستوى منتخب مصر بالمناسبه، بحس، ومش اول مره احس الاحساس ده. وكمان بشوف لك مباريات على مستوى الدوري الانجليزي، تشامبيونز ليج، الدوري الاسباني، ما بحسش بالانحياز ده، ما بحسش بالانحياز ده الا على مستوى مباريات الاهلي والزمالك، حتى الزمالك، وعلى مستوى مباريات منتخب مصر. فانا ما اظنش ان انا جاي عليك او ظلمك، فيا ريت يا استاذ حفيظ تتعامل بشكل احترافي شويه في شغلك. من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها النهارده وبتبين انحيازك الشديد، الحكم، وده ينقلنا للنقطه بتاعه الحكم. الحكم ايه اللي كويس وجميل، وكنت قاعد بتشكر في الحكم حتى مش على مستوى ادائه التحكيمي، ده على مستوى اخلاقه. ما شاء الله حكم محترم، حكم مؤدب خلوق، هو مش نازل يخطب، هو نازل يحكم مباراه. وعلى مستوى تحكيمه للمباراه الحكم كان سيء، سيء جدا جدا جدا. الحكم في وسط الماتش بيزق لاعب، يعني انا شفته زق محمد هاني زقه المفروض لعيب للعيب ما يزقهاش. لو لعيب للعيب وفي كوره، لعيب زق لعيب، عمر كمال متهيألي زقه الزقه دي اديته انذار. ولو لعيب عمل كده مع الحكم اكيد 200% هيطرد. فلما حكم يعمل تصرف زي ده لازم وقفه من النادي الاهلي، ولازم كان في المباراه نفسها وقفه من كابتن الفرقه. لكن طبعا ما كانش في وقت. كان الاهميه دلوقتي في الوقت اللي حصل فيه الواقعه دي، كان الاهميه ان احنا نلعب اكتر ونجيب الهدف التاني. نيجي بقى نتكلم على الماتش نفسه ونتكلم فنيا. فنيا يا باشا، انت خلينا نبدا كده مركز مركز. اولا انت عندك في خط الهجوم 4 لعيبه، الاربعه كل واحد فيهم لوحده يشيل فرقه. عندك 4 لعيبه قدام يحلوا من على حبل المشنقه ويكسبوا اي فريق، ولازم كل لعيب فيهم كل ماتش على الاقل يجيب له جون. يعني انت عندك اشرف بن شرقي واسامه ابو علي وامام عاشور وجراديشار، عندك 4 كل واحد فيهم يشيل فرقه زي ما قلت. النتيجه اللي انت فزت بيها النهارده نتيجه 1-0، ال4 لعيبه ولا واحد فيهم جاب جول. ده مش مشكله لعيبه، ال4 لعيبه ما يجيبش ولا واحد فيهم جول النهارده، ده مش مشكله لعيبه، خصوصا ان هو ما كانش بيواجه فريق بالقوه المتوقعه او بالقوه اللي تخوف. تمام، هو كان بيواجه فريق يعني منظم، مش وحش ولكن مش واو. فاما بقى فريق مش واو وعندك 4 لعيبه بالقوه دي ولا لعيب فيهم يجيب جون، يعني ده اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم ده شغل مدرب سيء. تمام، ليه ما فيش انسجام بين اللعيبه؟ اللعيبه دي هم اعتقد ما لعبوش مع بعض ماتشين 3 على بعض، لكن احنا كان عندنا توقف تقريبا حوالي شهر. اللعيبه دي ليه ما اتمرنتش ان هي تلعب مع بعض؟ ليه انت ما اشتغلتش على اللعيبه دي ان هي تبدا بقى تلعب مع بعض ويبداوا يبصوا لبعض ويشغلوا بعض والكلام ده كله؟ ليه ما لعبتش على الحاجات دي؟ فده شغل مدرب. بن شرقي ما كانش ظاهر قوي. جراديشار كان بيتحرك وبياخد كرة وكده، لكن كان بطيء جدا في ان هو يسلم الكرة لاي حد. تمام، وسام ابو علي بيتحرك برضو، لكن ما شفتش ان هو بيجي له كرة. تمام، فما فيش انسجام، ال4 كده مع بعض ما فيش انسجام، فدي شغلة مدرب. تاني مركز وسط الملعب، حضرتك في ماتش في ارضك، على ارضك وسط جمهورك، لعبت لاعبين في وسط الملعب الاثنين تيبيكال من بعض، كوبي بيست، والاثنين دفاعيين بس. ليه بقى؟
ايه السبب؟ هل انت نازل عشان تدافع؟ عايز تحافظ على ايه بالظبط؟ في ماتش على ارضك وسط جمهورك ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ليه منزل لاعبين كوبي بيست من بعض؟ وليه منزل لاعبين دفاعيين اكرم توفيق ومروان عطيه؟ ليه؟ ليه ملعبهم 90 دقيقه؟ ليه عملت تبديل في الدقيقه 60 اسف في الدقيقه 70 عباره عن لعيب وينج، وانت اوريدي عندك 4 وينجات زي ما قلت يحلوا من على حبل المشنقه؟ ليه حضرتك ما فكرتش تنزل لعيب وسط ملعب هجومي؟ انا بعد الماتش دخلت اشوف هو قفشه ولا في وسط الماتش، هو قفشه ايه بره ولا مش موجود؟ موجود طلع، ليه ما نزلتوش؟ في حضرتك عندك مشكله شخصيه مع قفشه؟ قفشه يعني لو نزلته نص ساعه ولا تلت ساعه، هو يعني الهلال كان مقفل في الشوط الثاني لكن مش التقفيل اللي يخوف برضه، بس في لازم لعيب نص ملعب يفك. ليه حضرتك ما لعبتش بقفشه؟ ليه عملت تبديلين بس او 3 تبديلات في الماتش؟ عملت 3 تبديل فيهم عباره عن لعيب نص ملعب. اللاعبين اللي موجودين في نص الملعب عباره عن لاعبين دفاعيين بس، لا بيعملوا كرة لقدام لا بيباصوا مثلا كرة اماميه، يعني حتى مروان عطيه بيعمل اوفرات، ما شفتش اوفر منهم اتعمل صح. اكرم توفيق مفيش، على المستوى الدفاعي هم كويسين جدا لكن على المستوى الهجومي مفيش لا باصات ولا اوفرات ولا اي حاجه. انا ما شفتش اوفرات من ورا لقدام غير من المدافعين، من رامي ربيعه احسن واحد كان بيعمل دريبلينج في الملعب، يمكن احسن مدافع بيعمل دريبلينج في مصر. تمام، رامي ربيعه هو الوحيد اللي عمال يعمل دريبلينج ويعمل اوفر قدام ممكن توصل لعيب. ومحمد هاني، محمد هاني مان اوف ذا ماتش. محمد هاني جاب جون عالمي وهو اللي رايح جاي يدافع ويهاجم ويباصي ويعمل اسيستات ويعمل اوفرات، شفنا له اكتر من اوفر كان ممكن يكونوا سبب في اهداف. لكن على مستوى نص الملعب ليه مفيش لعيب يسند مع رامي ربيعه ومحمد هاني في الكور دي في الحاجات دي؟ ده ادى لان المباراه تخلص بنتيجه 1-0، نتيجه غير مطمئنه بالمره، نتيجه غير مطمئنه. من يتحمل مسؤوليه هذه النتيجه؟ طبعا قولا واحدا مستر مارسيل كولر. مستر مارسيل كولر دافعنا عليه كتير، دافعنا عنه كتير لحد ماتش الزمالك اللي خلص 1-1 بتاع اشرف بن شرقي، لكن بعد الماتش ده او ساعه الماتش ده بدايه من الماتش ده انا بدات افقد الثقه في مستر مارسيل كولر، لانه ماتش الزمالك ده عمره ما يخلص 1-1، عمر ما الزمالك كان يحلم انه ياخد منك نقطه، عمر ما كان ينفع تنزل بالتشكيله دي في المباراه دي. ده بالنسبه لماتش الزمالك. بالنسبه للماتش بتاع النهارده انت فزت، لكن فزت بنتيجه 1-0، لسه هتلعب ماتش عوده، نتيجه غير مطمئنه، تشكيله غير واقعيه بالمره، بلس مفيش انسجام بين لعيبه عندك تحل من على حبل المشنقه. فده كله حضرتك شغل مدير فني، فشغل المدير الفني غير متكامل، شغل المدير الفني ناقص بقاله كام مباراه. شغل المدير الفني لو استمر بالشكل ده كله، مجلس الاداره ما قصرش بجنيه. مجلس الاداره احنا مسكنا مجلس الاداره غسلناه عشان يعمل صفقات، مجلس الاداره جاب لك صفقات ما تحلمش اساسا تدربها في اي فريق في العالم. فاحنا مجلس الاداره ما قصرش بجنيه، فانت عندك 2 تارجت، تاخد افريقيا للمره الثالثه على التوالي، وتلعب بشكل مشرف في كاس العالم للانديه وتوصل لليفل كويس. لو ده ما حصلش او مش هنستنى ان ده ما يحصلش، لو لقينا المستوى بالشكل ده كله لا يبقى لازم نقف، علشان مش هنيجي بعد كل الشغل ده والتعب السنين ده كله نضيع الشغل ده كله علشان مدير فني. زي ما عملنا مع فايلر ومشيناه في ماتش ربع نهائي ولا نص نهائي قبل ماتش نص نهائي دوري ابطال افريقيا عشان ننقذ الموقف، سهل جدا ان احنا نعمل كده مع مارسيل كولر اذا استمر المستوى بالشكل ده. عندنا فرصه ماتش الهلال في العوده وماتش بيراميدز، الماتشين دول لو ما خدناش فيهم، لو ما جبناش فيهم نتائج ايجابيه، مارسيل كولر شكرا، علشان مش هنستحمل ان احنا المجهود ده كله واللي حصل ده كله والصفقات دي كلها يبقى في الاخر زيرو، النتائج زيرو، خاصه في افريقيا وفي كاس العالم للانديه. السلام عليكم.